طيب من غير اي مقدمات وعشان ما نطولش على بعض، انا في فيديو النهارده هجاوب على كل الاسئله اللي جات لي على الفيديو اللي فات بتاع تجربتي في كليه علوم قسم حاسب. طبعا في اسئله كتير جدا جت سواء بقى في الكومنتات او على انستجرام او اتبعتت لي ايا كان، ففي الفيديو ده حرفيا انا هجاوب على كل حاجه، مش هسيب حاجه مش هتكلم عليها. بس يا جدعان قبل اي حاجه انا بتكلم عن تجربتي انا في كليه علوم جامعه الزقازيق. فمثلا حد بيسالني بيقول لي ايه رايك في جامعه بنها ولا جامعه طنطا؟ يعني انا ما اعرفش، انا ما رحتش طنطا ولا رحت جامعه بنها وما اعرفش الدكاتره هناك عامله ازاي في القسم، وما اعرفش القسم اصلا هناك الدنيا ماشيه فيه عامله ايه. يعني بتكلم من تجربتي انا. فقبل اي حاجه كده عشان والله الواحد تعبان وزانق نفسه عشان الناس بعتت لي والتنسيق بتاعكم هيخلص ما اعرفش يوم الاحد الكلام ده، فانت توقف الفيديو كده تنزل تعمل اشتراك في القناه تفعل الجرس تعمل لايكاتك الكلام ده واطلع يلا عشان نخش في الموضوع. سمعت اننا ممكن نعمل معادله من علم علوم ونمتحن على منهج رياضه ثالثه ثانوي وندخل علوم حاسب، هل الكلام ده صح؟ اول ما اسمع عنه يعني بنسبه 99.9 مفيش الكلام ده، مفيش حاجه اسمها نمتحن على رياضه ثالثه ثانوي وانا كنت علم علوم وادخل، مفيش الكلام ده. انا جايب 78.5 رياضه ادخل علوم قسم حاسب احسن على المعهد على حاسبات. انا كنت في نفس الاختيار واخترت ان انا ادخل كليه علوم منها قسم حاسب. خلي بالك في معاهد اسمها معهد علوم حاسب زي مثلا العاشر، الشروق، المعاهد دي ما فيهاش تخصصات، هي فيها علوم حاسب برضه، ما فيهاش هو سي اس، ما فيهاش اي تخصصات ثانيه. فيعني انت خلي بالك من الموضوع ده، وانا هي اصلا تقريبا نفس الحاجه اختلاف بسيط في المواد. وانا اتكلمت عن رايي في حوار المعاهد ده والكورسات الفيديو اللي فات، يعني مش هنعيد الكلام تاني عشان ما نطولش على بعض. طيب ايه الفرق بين علوم حاسب وحاسبات؟ السؤال ده مهم يا جدعان. علوم حاسب او سي اس او كمبيوتر ساينس ده قسم جوه كليه حاسبات. يعني انت مثلا زي ما في سي اس، في اي تي، في دي اس، زي مثلا ما في اقسام سايبر سيكيورتي، في اقسام ذكاء اصطناعي، في سي اس ده قسم جوه كليه حاسبات. وعامه هو ده اصعب قسم وهو الاشمل واللي الاغلب بيدخل فيه، لان القسم ده شامل كل حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر، وهو زي بيخليك تدرس الاساس اللي يخليك بعد كده لما تختار اي تراك وتدخل فيه تدرس بقى كورسات الكلام ده يخليك تدوس فيه مفيش اي مشاكل. وبالنسبه للمواد هنا وهنا غالبا بنسبه 80% هي نفس المواد، وده موجود في كل الجامعات. يعني مثلا تلاقي كليه حاسبات في جامعه القاهره وكليه حاسبات في جامعه عين شمس المواد يعني شبه بعضها، هتلاقي في اختلاف مثلا في ماده او مادتين، ده بياخدها هنا ما بياخدهاش، ده هنا بياخد ماده الثانيه ما بياخدهاش كده يعني. طيب علوم حاسب الزقازيق اخذت من كام السنه اللي فاتت والسنه دي احتمال كبير تاخد من كام؟ طيب السؤال ده ما حدش يقدر يجاوبك عليه، يعني ما حدش. التنسيق عامه هو كان معايا وكان على الجروب، بس يعني عشان مسحت الشات وجيت ارجع ما عرفتش اجيبه. بس السنه اللي قبلي كانت اخذه من 2 و4، السنه بتاعتي غالبا اخذت من 2 و6 او 2 و7. بس انا قصدي ما حدش يقدر يجاوبك على السؤال ده لان كل سنه بتختلف، كل سنه بتختلف على حسب الناس اللي هتدخل القسم، على حسب مجاميع الدفعه كلها عامله ازاي، ده بترتب عليه القسم هل هيعلى او هيقل او الكلام ده. فهو ملوش ملكه، انت بقى ورزقك. فعشان كده بقول انت تدخل وتجيب تقدير كويس مثلا جيد جدا الكلام ده، هتدخل بقى مرتاح. التنسيق زاد التنسيق قل انت كده كده في الامان. طيب هل هنحتاج اللابتوب في الكليه ولا لا؟ طبعا هتحتاجه. يعني لو انت قصدك في الكليه نفسها فطبعا انت بتحضر سكاشن مثلا في سيكشن برمجه الكلام ده. انا مثلا عندي هتكلم عن تجربتي، كنت بدخل السيكشن والدكتور بيدينا تاسكات بنعملها، وهو يعني بيشرح حاجه يدينا تاسك عليها فبنعملها، بيدينا زي واجبات بنعملها وبنسلمها، مثلا تحتاجه في الشفوي في العملي الكلام ده، في سكاشن الشبكات في الداتابيز انت هتحتاجه عامه. بس انا برضو هتكلم من خلال تجربتي. الدكاتره عندنا كانت متساهله، يعني انت مثلا معكش لاب في السكشن او كده كان بتقول لك اكواد او كده اكتبها على الموبايل، في عملي او كده كان بتقول لك استنى مثلا زميلك لما يخلص على اللاب بتاعه وخده منه وهكذا. بس ده لو انت بتسال وانت مثلا عندك بي سي، فانت بتسال وتشوف لو لازم لاب معاك في الكليه او كده. فانا من رايي انت تشوف وتروح الكليه وتجرب وتشوف الدنيا تبقى ماشيه ازاي، بناء عليه شوف بقى هل هتشتري او لا. بس لو انت اصلا ما عندكش بي سي او لاب وهتدخل في المجال ده، فنصيحه مني هات لك لاب او هات بي سي يكون امكانياته على القد شويه. يعني هي اصلا امكانيات البرمجه مش بتحتاج اجهزه جامده جدا يعني، فان شاء الله تبقى رخيصه معاك عشان على الاقل الحاجه تاخدها تطبق عليها. وبعيدا عن الحاجه هتاخدها زي ما قلت قبل كده وهفضل اقول ان المجال ده والله دخلت حاسبات دخلت هندسه دخلت في اي جامعه في العالم، انت لازم تمشي مع نفسك في طريق وتشوف التراكات وتشوف الحاجات وتذاكرها مع نفسك وتطبق مع حالك. والكليه دي تعتبرها زي شهاده هي هتوصلك للانترفيو او هتسهل لك الطريق انك تدخل في مقابله او لشركه، انما الباقي وكل الحاجات دي هتبقى من مهاراتك انت الشخصيه. طب ايه الفرق بين حاسبات ومعلومات وحاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي زائد ايه اللابتوب المناسب اللي ممكن اجيبه للكليه؟ طيب اول حاجه في السؤال حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي هم هي بس الاسم هنا شياكه هنا يعني والله هم الفكره ان حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي عندهم قسم ذكاء اصطناعي غالبا جنرال يعني من غير فلوس، يعني عادي تقدر تدخله زي سي اس او اي تي او كده. انما في الكليات زي مثلا حاسبات ومعلومات لو هي عندها قسم ذكاء اصطناعي فهو هيكون كريدت. يعني ابسط مثال حاسبات ومعلومات عين شمس فيها قسم
الذكاء الاصطناعي اللي هو الاي اي، بس كريدت يعني بفلوس، يعني تبقى بفلوس شويه حلوين يعني. انما في القاهره مثلا، يعني القاهره اسمها حاسبات ومعلومات وذكاء اصطناعي، فيها ذكاء اصطناعي ده على حسب ناس انا بسالها وعلى حسب الكومنتات. انا ما رحتش الكليه او ما رحتش الجامعه وما اعرفش ان القسم هناك جنرال اللي هو عام عادي، يعني زي سي اس، زي اي قسم عادي بتدخله تبع الكليه من غير اي فلوس، اللي هي مصاريف الجامعه العاديه جدا. اما بقى ايه اللابتوب المناسب اللي ممكن اجيبه للكليه من حيث سلامات وكارت الشاشه، فده سؤال طويل جدا يعني اجابته طويله، فممكن لو انتوا عايزين نعمل فيديو عن الحوار ده اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله نعمل فيديو عليه يعني. بس انا عندي وجهه نظر في حوار قسم الذكاء الصناعي ده للناس اللي بتروح تدفع فلوس قد كده، ان انت ممكن تشوف المنهج من بره ان المنهج دسم ومنهج فعلا في حاجه او كده، بس اصلا القسم ده لسه خارج من كام سنه، او لسه قصدي ظاهر من كام سنه، مش من كتير يعني، من 3 4 سنين. فانت المعيدين اصلا، المعيد اللي عندك هتلاقيه متعين من سنه او سنتين، او هو اصلا متخرج من 3 4 سنين، فاللي هو اصلا يتعلم الحاجات دي فين؟ يعني هو هتلاقيه يتعلم الحاجات دي اجتهاد شخصي، او الدكتور اللي بيديك الماده هو برضه اتعلم الحاجات دي فين؟ يعني هو صغير ما كانش فيه لسه اصلا اي اي، فهو يعني اللي هو انا قصدي مش هتلاقي حد كويس في الحوار ده. ممكن تلاقي مناهج كويسه والكلام ده، بس الدكتور بيدخل بيقرا السلايد وبيمشي وانت بقى مع حالك. فيعني انا برضو لو انت حد هيدخل في قسم ذكاء اصطناعي او ناوي يدخل في القسم ده، لو هو يسال في الجامعه قبل ما يدخلها ويقرا اكتر عن الموضوع، يقرا عن راي الناس في الحوار ده بدل ما تدفع فلوس يعني في الفاضي. طيب ما ينفعش من علم علوم ادخل علوم حاسب باي طريقه؟ انا عايز اقول لك اصلا ان علم علوم من 3 4 سنين ما كانش لهم اصلا ان هم يدخلوا حاسبات، يعني هي كانت اصلا لبتوع رياضه بس، غالبا من 2020 بالظبط بدا الحوار ده يظهر يعني. كانت الاول قبل كده حاسبات لبتوع رياضه وبس كده. ثاني حاجه انت ممكن اصلا تلاقي في جامعات فيها قسم علوم حاسب للناس اللي كانت في علم علوم، يعني انت بقى شوف انت الجامعه اللي انت قريب منها هل فيها كده ولا لا. بس انا بقول لك جامعه الزقازيق، جامعه المنصوره، جامعه عين شمس، جامعه القاهره ما فيهاش الحوار ده. حد كان كاتب في الكومنتات ان اسيوط فيها حاسب لعلم علوم، برضه انا مش متاكد من الموضوع. انا اصلا لما دخلت على الموقع ما لقيتش قسم حاسب اصلا في الكليه، لقيته تبع قسم رياضه كده وما اعرفش في حاجه برامج الماجستير. فيعني انت اسال يعني فاهم، اسال انت في جامعه اسيوط واسال في الجامعه اللي جنبك هل فيها علوم حاسب لعلم علوم ولا لا. طيب ايه رايك في اي تي في كليه علوم موجود هنا في المنيا غير علوم حاسب؟ طبعا انا بسمع عنه كلام كتير جدا، وكل الناس اللي فيه يعني بيشكروا فيه وبيشكروا في الدكاتره وبيشكروا في القسم، بس اي تي دي حاجه وعلوم حاسب دي حاجه ثانيه. يعني اي تي دي اصلا مهتمه بالشبكات اكتر وكده. السي اس زي ما انا اتكلمت قبل كده ده قسم في كليه حاسبات، واي تي برضه قسم في كليه حاسبات. فانت عشان الموضوع يوضح لك اكتر، لان لو قعدت اشرح في القسم ده وفي القسم ده فيعني هناخد وقت كتير جدا. انت ممكن تدخل على يوتيوب وتشوف يعني ايه الفرق بين قسم اي تي، او ايه مميزات قسم اي تي وايه مميزات قسم كمبيوتر ساينس. بس كلام عامه كده، الاي تي ده مهتم بالنتورك اكتر والشبكات، ملوش علاقه بالسي اس اصلا. طب التخصص في سنه ثالثه بيبقى بناء على ايه؟ هل ليه علاقه بتقديرات السنين اللي فاتت وعلى حسب الرغبه؟ يعني سنه ثالثه دي اصلا بعيده قوي، يعني هو انت تدرس القسم سنتين بس، يعني هو اصلا تدرسه 3 سنين هي حاجه رخمه، فما بالك بسنتين. اعتقد ده في جامعه حلوان، لان انا كنت شفت في الكومنتات حد قال ان في جامعه حلوان التخصص بيكون من سنه ثالثه. يعني انا ما اعرفش بصراحه، هو اكيد هيكون ليه علاقه بتقدير السنين اللي فاتت عامه. طب لو سمحت الكليات اللي ممكن ادخل من اول سنه على طول قسم حاسبات من غير تنسيق؟ يعني اعتقد انت قصدك الجامعات، يعني لازم تفرقوا بين الكليات والجامعات. يعني الكليه دي كليه زي هندسه، تجاره، اداب، الكلام ده، انما الجامعه زي جامعه مثلا القاهره فهي لما اداب وتجاره. فاهمين الموضوع؟ بالنسبه للسؤال فده مش موجود يا باشا. انت ما فيش جامعه كده انت بتطلع من الثانويه بتروح على كليه علوم تدخل قسم حاسب من اول سنه، ده مش موجود. يعني هيدخلوا بناء على ايه اصلا؟ يعني على تنسيق ولا يعني ما فيش الكلام ده. اما الجامعات اللي انا اعرفها بتخصص من اول سنه هي عين شمس، وبتخصص من الترم الثاني. يعني انا سالت لكم والموضوع قال لي ان هو بيبقى على حسب الجي بي اي، يعني اعلى تلت بيكون علوم حاسب، وثاني تلت بيكون احصاء، واخر تلت بيكون بحته. يعني انت بياخدوا على حسب الجي بي اي بتاعك في الترم الاول. بتدرس في الترم الاول مواد رياضه، بعد كده في سنه ثانيه بيكون في تشعيب ثاني لعلوم حاسب، بتبقى علوم حاسب منفرد يا اما بحته وعلوم حاسب، ودي بتبقى برضو على حسب الجي بي اي. اعلى تلتين بيكون علوم حاسب منفرد، واخر تلت بيكون بحته وحاسب، اللي هو بيكون قسم بحته وعلوم حاسب. هو قال لي يعني ان قسم بحته وحاسب ده رخم، فاللي هو هيبقى حاسب هيبقى احسن. طيب بعد كده قسم حاسب في علوم مش في الكليه في محافظتي، اقدر بقى لما اترشح لعلوم في محافظتي احول اي محافظه ثانيه عشان فيها حاسب؟ طيب لو انت قصدك انت لسه في الاول ما دخلتش كليه، فانت يعني لو انت مجموعك جاي بالمحافظه اللي انت عايز تروح ليها فانت بتروح وبتحول ورقي، بس طبعا لازم يكون معاك ورق، ما اعرفش ايجار شقه في المحافظه اللي انت رايح فيها، او مكان الاقامه بتاعك يكون متغير للمحافظه دي، ومعاك وصل نور او ما اعرفش وصل كهرباء، قصه كده. يعني انت اسال فيها، لازم تسال فيها، يعني دي انا ما اقدرش افيدك فيها خالص. طيب قسم علوم حاسب موجود في جامعات ايه؟ ممكن تقول في تنسيق داخلي ولا لا؟ طيب انا هقول لكم على الجامعات اللي انا اعرف فيها قسم علوم حاسب موجود فيها، يعني هي الزقازيق، القاهره، عين شمس،
والمنصوره وبنها. وعلى فكره المنصوره ما فيهاش حاسب منفرد، فيها حاسب واحصاء بس، يعني هم بيقولوا هناك ان حاسب واحصاء دي يعني زيها زي حاسب منفرد في الجامعات الثانيه، بس اللي هو يعني انا مثلا انا بدرس احصاء عادي وبتاع حاسبات بيدرس احصاء، فيعني برضه ممكن تسالوا فيها لو حد هنا ناوي يدخل جامعه المنصوره. وفي القاهره انا سالت والتخصص بيكون من سنه ثانيه، وبيدوك كده مواد انت بتختارها ولازم تجيب فيها درجات معينه عشان تتخصص بعد كده في السنه الثانيه. وكمان نسيت في جامعه طنطا يعني فيها علوم حاسب بس العلم رياضه بس، برضه ما فيهاش اقسام مزدوجه غالبا يعني. ويا جدعان والله يعني انت شوف انت المنطقه اللي انت فيها او الجامعه القريبه منك وانت اسال فيها، انت اكيد ادرى مني، انت اكيد تعرف حد في كليه علوم في الجامعه بتاعتك او في بلدك او في الحته يعني اكيد تعرف حد في الكليه، فانت سهل انك تساله وتعرف منه احسن من انا اللي في الزقازيق بشوف بقى في جامعه اسوان فيها في اسيوط فيها. الموضوع ده هيبقى صعب عليا، انما يكون سهل عليك انت. لو سمحت كليه علوم من علوم الدراسه فيها بالانجليزي ولا بالعربي، يعني سواء علوم او رياضه الاثنين بالانجليزي يعني. وخلي بالك الموضوع بيكون سهل يعني مش زي ما انت متخيل هيبقى معقد وكده، لا انت بتتعود والدنيا بتمشي عادي جدا. ما اتكلمتش عن المجموع الاعتباري موجود ولا لا، انهم بيحسبوا رياضيات ثانوي مع تقديرك في اولى جامعه عشان تدخل قسم حاسبات، الكلام ده صح؟ وابني جايب 79 ممكن يلحق ولا لا؟ 79 ده يا جدعان على ايامنا كان بيلحق حاسبات. شفت حد اتكلم عن الموضوع ده في جامعه بنها، بس انهم في جامعه بنها في السنه الثانيه بتتخصص على حسب درجات ثالثه ثانوي. يعني لو عايز تدخل قسم حاسب فهم بيشوفوا درجات الرياضه بتاعتك في ثالثه ثانوي وبتدخل قسم حاسب. ما اعرفش بقى لازم تعدي كام او كده، دي انا ما اعرفهاش. لو انت حد قريب من بنها يعني اسال في الموضوع ده. وبرضه لو عايز تدخل قسم كيمياء مثلا بيشوفوا درجاتك في الكيمياء في ثالثه ثانوي وبناء عليها بيدخلوك قسم كيمياء. هو في كليات علوم قسم حاسبات كريدت، مفيش حاجه اسمها قسم حاسبات قسم حاسب، ومفيش كريدت قسم حاسب غير في حوار المنيا دون، وهو اي تي كمان مش قسم حاسب يعني. انا في العاشر حاسب وهتخرج السنه الجايه، انا كان جاي لي علوم قلبت برضه الثانويه السنه دي وخايفه من العلوم. هل انت شايف ان الدراسه جوه عاديه ولا محتاجه فعلا مجهود عالي؟ الكلام ده بتسمعوه ان تدخل شعرك بيقع والكلام ده، لا يا جدعان يعني عادي. انا عادي وبنزل فيديوهات وهتشوفوني في تيك توك وفي انستجرام بنزل عادي فيديوهات وبذاكر والكلام ده. هي بس عايزه منك اهتمام يعني، مش زي اي كليه هتدخلها وتسيبها كده مع الدنيا والايام وهتنجح، لا مفيش. مش زي مثلا كليه تجاره عربي اللي هو بتروح بقى على الامتحان وما اعرفش بتشوف يعني انت مش بتعدي، لازم تبقى فاهم ولازم تبقى عارف انت بتدرس ايه وبتاخد ايه يعني، اللي هو حتى المذاكره بسيطه تفهمني، بس لازم تذاكر يعني. مفيش اللي هتعدي معاك كده بالحب، مفيش الكلام ده. بس زيها زي كليه عادي، هتذاكر هتنجح هتجيب تقدير، مش هتذاكر مش هتنجح هتشيل. الموضوع سهل جدا. 86 علم علوم اقدر ادخل الكليه ازاي اللي مطلوب ولا ما اعرفش ادخلها اصلا؟ 86 علم علوم يا باشا، انت هتقول للعميد يقف يعني يقف يسلم عليك، انت 86 ده هتدخل طبعا الكليه. مين قال لك انك مش هتدخلها؟ هتدخل الكليه وهيكون عندك كل الاقسام بتاعه علم علوم. لو قصدك على جامعه الزقازيق عندي فانت هتدخلها برضو، هيكون معاك قسم حاسب اللي هو وكيمياء يعني اللي هو المزدوج، تقدر تدخله عادي جدا. طب انا ما لحقتش علوم، ممكن ادخل معهد عالي علوم حاسب حلو ولا ادخل زراعه وخلاص؟ يعني ده قرار مصيري في حياتك، انا ما اقدرش افيدك فيه. وبعدين زراعه يعني لو انت بتسالني عن رايي فيها، هي زراعه من الكليات اللي انا بحبها جدا بصراحه، فيها اقسام كتيره وكويسه. ممكن تسال انت مثلا عن مجالات الشغل بتاعتها وكده وتشوف الدنيا فيها عامله ازاي، مجالات الشغل في مصر او بره مصر. وبعدين اصلا زراعه وحاسب دول مجالين مختلفين تماما يعني، ان هو انت ما تقارنش بينهم اصلا. شوف انت حابب ايه، هل انت حابب ان انت تدخل في الحوارات بتاعه الزراعه دي ولا انت حابب حاجات الكمبيوتر؟ وعادي على فكره لو انت قصدك اللي هو معهد عالي علوم حاسب ده كويس لو انت ده المتاح قصادك وانت ما لحقتش علوم فعادي ادخله ما فيش اي مشاكل. كليه علوم قسم حاسب في دمياط التخصص من سنه اولى ولا ثانيه؟ يعني انا شفت حد في الكومنتات رد على حد قال انها من سنه اولى، بس يعني انا ما اعرفش هي من اولى ولا ثانيه، بس في حد في الكومنتات قال انها من اولى. وبرضه هقول اسال. او السؤال بتاعي عن الناس، ايه رايك في كليه علوم بنها احسن ولا طنطا؟ يعني انا ما اعرفش يعني، انا في جامعه الزقازيق ما رحتش جامعه بنها ولا رحت جامعه طنطا. اسال في الاثنين ونصيحه مني سواء بنها طنطا او اي جامعه ان كان، روح الجامعه القريبه منك احسن لك وهتعرف الكلام ده بعد كده. هو القسم ده بفلوس في كليه علوم؟ لا مش بفلوس، بتدفع عادي مصاريف الجامعه العاديه. طب هل القسم ده لسه متاح في كليه الزقازيق وانا علم رياضه؟ فهل ممكن يكون قسم حاسب منفصل لعلم رياضه وادخله من اول سنه التنسيق؟ ما انا يا معلم كنت علم رياضه عادي جدا، القسم موجود لسنه ثانيه بس ما فيش تدخله من سنه اولى ده في الزقازيق يعني. هل اللائحه بتاعت الكليه مش كده؟ لو سمعت انا هدخل جامعه اهليه، هل كليه حاسبات ومعلومات بتبقى اسمها علوم حاسب ولا لا؟ عشان الجامعات الاهليه كلها علوم حاسب حاسبات ومعلومات. هي بتبقى هي يعني هي بتبقى خلاف مسميات بس. اسال هل ما فيش غير قسم علوم حاسب؟ يعني لو ما فيش غير قسم علوم حاسب فده القسم اللي هو موجود في كليه علوم عندي، واللي موجود في معهد زي العاشر او معهد زي الشروق فاهمني، اللي هو قسم علوم الحاسب بس ما فيش اي تخصصات تانية او حاجه كده. اسال انت على الموضوع ده. حاسبات ومعلومات فيها تخصصات يعني، علوم حاسب ده موجود فيها اي تي دي اس اي اس، وفي كمان كليات فيها اي كريدت، في كليات فيها سايبر سيكيورتي الكلام ده. فانت اسال في الجامعه الاهليه اللي انت تدخلها الدنيا فيها عامله ازاي. في وقت في الكليه تعرف تاخد كورسات جنبه لو كده التخصص من اول سنه عادي؟ طبعا في وقت، لان اصلا اغلب الكورسات اللي انت بتاخدها لحاجات انت بتدرسها يعني. مثلا انت بتاخد كورس للسي بلس بلس، انت كده بتدرس سي بلس بلس اصلا، فيعني
هو انت بتاخد حاجه تبع الحاجه اللي انت بتدرسها، فالموضوع جاي مع بعض. ويا عم لو هتاخد كورسات في حاجه مالهاش علاقه بالكليه فانت عادي معاك وقت انك تشوفها، يعني انت هتخلص تاسكاتك شيتاتك الكلام ده، وده ما بيبقاش عليك كل يوم عادي، وانت ما بتروحش الكليه برده كل يوم، فهيبقى معاك وقت عادي جدا. هي ممكن فتره الامتحانات تبقى رخمه شويه لانك بيكون عليك امتحانات في كل المواد الكلام ده، وعايز تجيب القديم والجديد فيعني ممكن تكون فتره الامتحانات اللي هتبقى الدنيا مزنقه معاك شويه، بس عادي انت برده لو انت بتذاكر من الاول هتقدر فيها تشوف كورساتك عادي جدا. طيب وغالبا كده يعني ما عادش في اسئله، انا جاوبت على كل حاجه، يعني مش مصدق ان انا خلصت. فيعني كان نكون وصلنا نهايه الفيديو. اتمنى والله العظيم ان انا اكون فدتكم، يعني انا مش عايز اي حاجه غير ان اكون حد استفاد مني بمعلومه او سؤال هو ساله ووصل للاجابه بتاعته. فيعني لو كان عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك، الاشتراك، الكلام ده. وبرضه لو عايزين تسالوا في اي حاجه خشوا على الانستجرام، خشوا اكتبوا في الكومنتات في اي حاجه، والله انا هرد على كل الناس. ويعني ان شاء الله اشوفكم تاني على خير. بس